زمان كان تصنيع الشرايح كان غالي جدا جدا، والسوق ما كانش محتاج تقنيات متخصصه قوي كده. لكن بعد اللي حصل في 2013 وبعد ابحاث استمرت 3 سنين، اصدرت شركه جوجل في 2015 اول اصدار من الشريحه دي اللي كانت بتستهلك 40 واط بس، في حين ان شريحه انفيديا K19 كانت بتستهلك 300 واط. والاغرب ان شركه جوجل عملت المعجزه دي في 15 شهر بس، من مجرد فكره على ورق لشريحه شغاله جوه مراكز البيانات بتاعتها. الموضوع فضل سري لحد ما قرروا ينشروا ورقه بحثيه في 2017 وصدموا المنافسين، واللي على راسهم شركه انفيديا. شركه جوجل بعد ما اثبتت ان الشريحه دي شغاله زي الفل، سالت نفسها سؤال مهم: ليه انا مضطر اشتري شرايح من شركه انفيديا بما انا قدرت اصنع شرايحي الخاصه بنفسي؟ ما هو شرايح شركة جوجل دلوقتي بقت قوتها بتنافس وبتتفوق على شرايح انفيديا. حتى العقبة الوحيدة اللي كانت قدامها في وقتها وهو تطوير شركة انفيديا لمنصة كودا مغلقة المصدر، فحل شركة جوجل ببساطة كان تطوير لغة برمجة